بزاف ديال المغاربه كيسمعوا بالملاح ولا عارفينه فين جا، ولكن واش عارفين القصه ديالو؟ فالقصه كتقول ان الملاح هو الحي ديال اليهود، واللي مازال كيتسمى بنفس السميه، اللي كاين في المدن العتيقه ديال المغرب، بحال الرباط، بحال فاس، بحال مراكش، بحال قنيطره، بحال كازا. يعني المدن الكبار. هو ما كاينش في المغرب كامل، بحال الصويره، ولكن راه ما كاينش في المغرب كامل. فعلاش تسمى بالملاح؟ فهو كيقولوا ان اول حي كانت تبنى ديال اليهود كان في مدينه فاس بالضبط، وكانت تبنى في النقطه ديال التجمع اللي كانوا كيجمعوا فيها الملحه، وتما كانوا كيتجمعوا اليهود بزاف حيت كانوا كيمارسوا التجاره في الملحه. فمن تما خداو ديك البلاصه بناو فيها الحي ديالهم وسموه ملاح نسبه لتجمع الملحه في ديك البلاصه. وهذا الشيء كان في الثلاثينات من القرن ال15 الميلادي في عهد المارينيين. تما بقى كيتطلق على هذا الحي بحي الملاح، اللي غالبا كيتبنى بجانب القصور، وهو كيكون ديما هو القلب النابض ديال المدينه، كيكون فيه البيع والشراء والحركه دايره، حيت كيف معروف على اليهود انهم كيمارسوا التجاره بامتياز، وانهم ماهرين في التجاره وفي البيع والشراء ديالهم. ما كانش غير في المدن العتيقه الكبيره، بل كانت شي شويه في القرى، وخصوصا القرى الجبليه.